اهلا ومرحبا بكم اعزائي مشاهدي متابعين قناه جديد سبورتس في كل مكان، وجوده جديد 99 على تيك توك. طبعا كل جماهير النادي الاهلي زعلانه، النادي الاهلي خسر 1-0 على ارض الهلال السوداني، ومباراه كانت غريبه جدا. حتى انا قبل ما اتكلم عن المباراه قلت ان النادي الاهلي كان فنان اصلا اعلى وسكواد افضل، ولكن خلينا نتكلم عن مفيد. النادي الاهلي خسر النهارده بشكل سريع. عندكم حسين الشحات لما لعب رقم 10 كان اداؤه مش قوي، وبالتالي كان المفروض تلعبه هو جناح يمين، وتخلي عبد القادر اللي هو اصلا شمال تخليه رقم 10 صانع لعب، وتخلي حسين الشحات مكانه يمين، ويخلي طاهر شمال. فبالتالي النادي الاهلي خسر جزء كبير جدا وهو وسط الملعب، والتمكن من وسط الملعب بشكل كبير جدا. تاني حاجه معلول في باك الشمال او باك اليمين زي ما حضراتكم شايفين هنا كان مؤثر عليه بشكل كبير جدا، هو ما كانش فايق، ومحمد هي نفس القصه. وبالتالي النادي الاهلي كانش في حالته طول المباراه النهارده مع الهلال السوداني. جزئيه ثانيه برضو ان كان بيرسي تاو كان تايه قدام جدا، مش عارف يستقبل الكوره او ياخد اي افاده من صناع اللعب. فانتظروا ان شاء الله حلقه قويه جدا للتحليل الفني للمباراه.